بسم الله الرحمن الرحيم. نصائح: واحد، اخلص نيتك لله وحده فلن تؤجر الا بالاخلاص. لن تؤجر الا بالاخلاص. كل ما لم يكن خالص فهو حابط. اثنين، اياك ان تتردد في نيتك، فلا يصلح في الطاعات التردد، لابد من العزم، عزيمة ماضية. ثلاثة، احتسب كل طاعة تقوم بها، فلن تؤجر إلا على ما احتسبت، إنما لكل امرئ ما نوى. من أجلها لازم تعرف ثواب العبادات عشان تحتسبها. أربعة، تب قبل دخول الشهر الكريم من كل الذنوب، توبة ناصحة نصوح، توبة نصوح شاملة كاملة حاسمة قاطعة عازمة نادمة. خمسة، افرح بدخول شهر رمضان، فما فرح بدخوله إلا مؤمن. ستة، هنئ إخوانك وأهلك بدخول هذا الموسم العظيم. حضر رسالة دلوقتي تهنئة، ابعتها لكل القايمة، هني الدنيا كلها من على الشاشة، من كل اللي تستطيع انك تهني المسلمين بدخول شهر رمضان، هني المسلمين. سبعة، تأدب بآداب الصيام. واحد، الدعاء عند رؤية الهلال. اثنين، الاستعداد للصوم بتبييت النية من الليل، لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. كل ليلة بالليل وانت بتتسحر انوي في قلبك من غير ما تتلفظ بلسانك نويت اصوم يوم من رمضان. تأخير السحور، تعجيل الفطر، ساعة ما أذن المغرب الله أكبر اشرب، كل تمر، افطر على التمر قبل ذهابك للصلاة، احرص على صلاة المغرب في المسجد وإدراك تكبيرة الإحرام، احرص على الدعاء عند الإفطار فإن للصائم دعوة مستجابة، اغتنم وقت السحر الدعوة إلى طعام الإفطار. من القربات اللي ربنا بيحبها إطعام الطعام، ومن أول ما جاءت به شريعة الإسلام، هتيجي معانا في السيرة، أول ما جاءت به شريعة الإسلام إطعام الطعام. الثمرة المرجوة من الصيام هي التقوى، فاتق الله. اتق الله في أعمالك، في أقوالك، في ظاهرك، في باطنك، في سرك، في علانيتك. 9، إذا صمت رمضان وقمته فأنت من الصديقين والشهداء، فاجعل صومك جديرا بهذه المنزلة، الصديقين والشهداء. 10، أنصحك بالعزلة عن الناس وتجنب الاختلاط بهم. ما تنقيش المسجد الهايص والمسجد الدوشة والمسجد اللي فيه ناس كتير والمسجد اللي فيه المشاهير، روح حتة تلاقي قلبك فيها وتقرب من ربنا وتصلي صح. 11، تأمل نعم الله عليك، إذ رزقك الطعام وحرم غيرك ومكنك من الأكل ومنع غيرك. ما انا بقول الحمد لله ان سابنا ناكل، الحمد لله ان سابنا ناكل، اصل احنا ما نستاهلش ناكل، بس الحمد لله انه سابنا ناكل، ان خلانا ناكل. احمد ربنا، احمد ربنا ان رزقك الطاعات وحرم غيرك. اذا اضطررت للاختلاط بالناس فاحفظ لسانك وبصرك واذنك وقلبك وصنهم عن ارتكاب المحرمات. لا تضيع طاعة واحدة، قم بكل الطاعات التي تستطيعها. لو تقدر في يوم تشيع جنازة وتعود مريض وتصل رحم وتبر والدين وتتصدق وتقرأ جزئين قرآن، اعمل كل اللي تقدر عليه. فرصتك، خد فرصتك. أنفاسك هي عمرك، دي نمرة 14. أنفاسك هي عمرك فلا تدع نفسا واحدا يمر بك دون أن تذكر ربك. لا تفتر عن ذكر الله لحظة. أسهل العبادات الذكر، ما تسكتش. انبذ البطالة والبطالين وصاحب ذوي الهمم العالية. الصوم العالي صيام القلب. صوم قلبك عن الخواطر الرديئة وعن التفكير في غير الله. إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك وقلبك وبدنك
ورجلك وبطنك. لا تجعل يوم صومك كيوم فطرك. شرع الصيام لتشعر بالجوع. حاول تجوع، حاول أن تشعر بالجوع ولا تتذمر من الجوع. سل الله كل ليلة أن تكون من عتقاء هذه الليلة. الزم سنة النبي وإياك والبدع. بتكثر البدع في رمضان، فإياك والبدع. كان نفسي أجيب الأجندة بتاعتي بتاع زمان اللي فيها بدع رمضان والأحاديث الضعيفة والموضوع التي تروى عن رمضان، لكن مفيش وقت. يلا، كل سنة وانتم طيبين. احرص على صدقة كل يوم، صدقة كل يوم. احرص على تفطير صائمين كل يوم. مش عارف فيه هجوم شرس على موائد الرحمن ليه يا عم؟ دي منظرة خلي الناس تاكل، مفيش مشكلة. يعني ده الناس بتعملها ومنظرة بس وشكليات قدام الناس، ماشي ما يجراش حاجة. ربنا سبحانه وتعالى في النفع المتعدي، بس انا بحذر من اللي فلوسهم حرام. ما تاكلش على مائدة صاحبها فلوسه حرام، لكن بتكلم على حتى لو واحد عاملها منظرة كل منها، ما يجراش حاجة. خلي الناس تاكل، الناس جعان، الناس مش لاقيه، الناس غلابه، الفقراء كتير. كل اللي يقدر يعمل مائده قدام بيته وياكل 2 3، وكل 2 3 قدام باب بيتكم. وكل الناس، وكل الناس. قول لي دول اغنياء ودول محترفين بيروحوا ينقوا المواد، ماشي ما يجراش حاجه، مش مشكله، مش مشكله خالص. يعني انا لو وكلت واحد غني ما يبقاش حرام؟ لا ما يبقاش حرام. يعني ما يضيعش اجري؟ لا ما يضيعش اجرك. يعني ليه اجر؟ ليك اجر حتى لو كان غني، حتى لو كان غني. وكلوا الناس. احرص على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولو ان تأمر نفسك وتنهاها. لسانك سبع، لسانك سبع، ان تركته اكلك. لا تتكلم الا في طاعة الله. الغيبة ذكر اخاك بما يكره ولو كان فيه. يعني تقول على واحد فلان ده نصاب، كده اغتبته. يعني مش هو والله العظيم نصاب، حتى لو كان كده اغتبته، حرام، لا يجوز. الغيبة تخرق الصيام، والاستغفار يرقعه. رقع صيامك بالاستغفار دائما. احرص على صلة رحم من أرحامك كل يوم. احرص على بر والديك، أن تفطر معهما وأن تدخل السرور عليهما. احرص على إدخال السرور إلى قلب مسلم. احرص على قضاء حاجات إخوانك، ساعدهم. أكرم جيرانك. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. جيرانك، أكرم جيرانك. إذا صنع أحدكم لحما، إذا طبخ أحدكم لحما فليكسر مرقه وليعطي جيرانه. إذا أتى بفاكهة فأهدي لجيرانك، ادي الجيران. احرص على الإقلال من الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. وينبغي أن تكون في صيامك منكسرا ذليلا، لا ضاحكا ولا مختالا. لا تجادل ولا تماري ولا تفتح على نفسك أبواب شر في جدال الناس. اسكت تسلم. أد حقوق العباد قبل أن تموت، تخلص من حقوق العباد التي عليك. أكثر من تلاوة القرآن في رمضان فإنه شهر القرآن. احرص على الصلوات الخمس في جماعة، تدرك التكبيرة الأولى في الصف خلف الإمام أو عن يمين الإمام. احرص على صلاة التراويح في المسجد، وأدرك الصلاة من أولها، ولا تنصرف حتى ينتهي الإمام، فمن صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. احرص على التهجد في آخر الليل، وأفضل القيام طول القنوت. طول القنوت يعني طول القيام، القراية كتير وانت واقف. لا تصلي في مسجد فيه بدع أو مخالفات أو فيه قبر، فإنك إن أنكرت أو غرت، وإن وافقت وقعت في الإثم مثلهم.